متولع عشانة الشتاء فيها. لما تحكي على الوداد، وداد الأمة غني عن التعريف، بطاقة كروية بالمجد والألقاب والجماهيرية. ولما تحكي على الأهلي سلطان إفريقيا 11 لقب. مملكة تسمع الحكم الدولي الأثيوبي ماسك بيد من حديد إلى حد الآن هذا الدور النهائي. أرسن زولا أو أمين فرحان، الآن أرسن زولا، عطية الله، داود الكونغولي، أرسن زولا. أرسن زولا 27 عام، المدرب السابق للتيبيز مازامبي والشباب المحمدية. هذه كرة مغربية ودادية، عملود يدخل منطقة الجزاء. يا العملود مالوش حدود، لعب تار في وسط الدفاع الأهلاوي. هذا أول انذار من أصحاب الدار. أيوب العملود 29 عام، يلعب للوداد منذ 2018، لاعبا للجيش الملكي ولاعبا لاتحاد القنيطرة. عطية الله، سيف الدين بورا، يحيى الشبران يحط الكرة على الأرض وسط الميدان. محمد أونجم خطيرة، ومحمد عبد المنعم كابتن الدفاع. مروان عطية، علي معلول، اليو ديانج، السرعة الأهلاوية، اليو ديانج يعدي حمدي فتحي، زي عليه الكرة ترجع مخالفة ليحيى جبران. مايسترو وسط الميدان يحيى جبران. أونجم، سامبو يعود لأيوب العملود. أي نزعة هجومية لأيوب العملود. علي معلول، أكيد أيوب العملود يريد استغلال تقدم علي معلول. يوسف المطيع يلعب دوره كآخر مدافع ليبرو الفريق. جبران، أيمن الحسوني، هجمة بهجمة، السيطرة مغربية، الهجمة المرتدة مصرية وسط رياس الدار في هذا المشوار. جبران، أونجم، ترجع لحمدي فتحي، تعود بسرعة، أبرز خسال الوداد، سرعة استرجاع الكرة طويلة من جبران، رايحة من صوفيا سيف الدين بورا لعطية الله، لكن أروع منها لقطة محمد هاني. اليو ديانج، هاني، المراوغة من بيرسي تاو، والتماس يبقى للأهلي. بافانا بيرسي تاو 29 عام، من جنوب افريقي، ينتمي للاهلي منذ 2021، لاعبا لاندرلخت البلجيكي، لبرايتون الانجليزي، لماميلودي سان داونز الجنوب افريقي. يعود التماس من الحسوني. هذه مباراة لا تحتمل المعلومات، خلينا معاهم في رداءات الميدان. عطية الله، حسوني، أرسن، يوسف المطيع في غياب التقناوتي،
المساب مع المنتخب المغربي. يكون يوسف المطيع. عطية الله، قراءة ممتازة من هاني علي وديانج. الآن المصري يمشي الهوينة ملكا، متعود بالأدوار النهائية. العملاق القاهري يخوض النهائي السادس في آخر 7 مواسم. أي رهان في هذا الزمان. أفضل ما لدينا في إفريقيا حاضرين في هذا الميدان. قوة أرسن زولا مع حمدي فتحي، ما نحموش. المنصة الشرفية، موتسيبي، فوزي لجع، ناصر الخليفي. من أجل هذا العرس الإفريقي بامتياز. – 17 دقيقة لعب في كل أرجاء المعمورة. إن كنت مصريا أو مغربيا أو عربيا فاستمتع بهذا الفاينل، بهذا الدور النهائي، بهذا الحضور الجماهيري الكبير. علي معلول، حسين الشحات في 18 دقيقة لعب. عبد المنعم وياسر إبراهيم أول الوافدين. شحات يوزع، متابعة من حمدي فتحي أو ياسر إبراهيم. قلب الدفاع ياسر إبراهيم أمامنا على الصورة. 30 عام يلعب للأهلي منذ 2019. تقمص أزياء سموحة، الزمالك والمنصورة. – 13 لقب في الميدان، 10 للنادي الأهلي، 3 للوداد. جلال داودي يعدي ونجم، متحرك بامتياز ونجم. هاني يقوم بالمخالفة. محمد هاني 27 عام، ابن النادي قلبا وقالبا، لحما ودما. 10 مباريات دولية مع المنتخب المصري. كان أحمد فتحي الذي لن ينسى، وجاء محمد هاني. سفير فاندنبروك يستنى بهدف ودادي. تعود الكرة من أيمن الحسوني للحارس يوسف المطيع. التماس للنادي الأهلي. إصابة حسين الشحات. حسين الشحات 30 عام. حوار محمد أنجم، المطلوب بالتهدئة مع حسين الشحات. الشحات 30 عام يلعب للأهلي منذ 2019. لاعبا العين الإماراتي للمقاصة، 7 مباريات دولية. أجواء محمد الخامس، الجماهير الحمراء تريد الدار البيضاء الليلة بألوانها الحمراء. نذكر في تاريخ مواجهات الأهلي والوداد 11 مباراة جماعة العملاقين في دوري أبطال إفريقيا. 5 انتصارات الأهلي، 3 انتصارات الوداد، و3 تعادلات. الأهلي سجل 13 هدف والوداد سجل 11 هدف. الفريقان تقابلا مرتين من قبل في نهائي دوري الأبطال، والوداد توج في المرتين في 2017 و2022. يعود حسين الشحات، الكرة للأهلي. محمد عبد المنعم
الرأس الذهبية بيرسي تاو يسيطر على يمين فرحان. أيوب العملوت جبهة يمنى نارية، العملوت ونجمة أيمن الحسوني. أيوب العملوت. الفريقان بنفس الخطة التكتيكية، من سيكون أفضل بالتنشيط الهجومي؟ الوداد بلغة الملاكمة، بلغة الفن النبيل، أكثر حضور من الأهلي اللي طبيعي يستنى ويتمنى. ياسر جبران، جلال داودي، أرسين زولا، عطية الله، تعود للكونغولي أمين فرحان، يحيى جبران، كرة مليمترية بالرأس كانت باتجاه بوني سامبو، المخالفة ضد حمدي فتحي. مارسيل كولر يحكي مع الحكم الرابع. جوزنا 22 دقيقة، دائما التعادل بين الفريقين، نتيجة تحت اللقب للنادي الأهلي. أرسين زولا، أيمن الحسوني، يحيى جبران، ترجع للحسوني من جديد. جبران بعيد الكرة على بوني سامبو، ضربة مرمى لمحمد الشناوي، أبرز الغايبين على مباراة الذهاب. أدى الواجب وكفاية مصطفى الشومير. سفين فاندنبروك البلجيكي منذ 5 مايو 2023 يدرب في الوداد خلفا الإسباني خوان كارلوس كاريدو الذي بدوره لم يتول بعد خلافته للتونسي مادي النفطي. كرة رأسية من جبران، عالية من أيوب العمرود. بيرسي تاو، عطية الله يتفوق عليه. داودي، مهمة الارتكاز جبران وداودي. حسوني لصنع اللعب، عملوت. انتشار سنة من لاعبي النادي الاهلي على المستوى الدفاعي. أرسين زولا، أيمن الحسوني، وطويلة الكرة تهرب على 17 بورا، صاحب هدف مباراة الذهاب في استاد القاهرة. نذكر مشاهدينا الكرام وأن لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم ليست مثل لوائح الاتحاد الاوروبي، بمعنى انه هذا امامنا حسام غالي احد اساطيرة النادي الاهلي في مدرجات محمد الخامس كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. المخالفة قلنا مشاهدينا الكرام لوائح الاتحاد الافريقي تعتمد الهدف الذهبي، الهدف المضاعف خارج الميدان، يعني هدف غالي سجله اللاعب سيف الدين بورا يكفي النادي الوداد تسجيل هدف وحيد للفوز باللقب، بينما في الاتحاد الاوروبي اصبح الهدف خارج الميدان ليست له قيمه. ونجمة مخالفة ضد علي معلول، احتجاج كبير من مارسيل كولر. بالاكتسامة والابتسامة الأثيوبية، واضحة المخالفة للأمانة ضد علي معلول لمحمد أونجم نجم الكرة المغربية. ضغط جماهيري مهول، كرة ثابتة للوداد، نقترب من نصف ساعة لعب، دائما وابدا التعادل السلبي. رأسية كونغورية
وريسامبو امامه عبد المنعم. الكرة الثابتة يحيى عطية الله. يسارية مذهلة لعطية الله. عطية الله يوزع. جول 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 جول. الكاس تغني لك يا ودادي. اطلب فؤادي. الوداد فريق الامجاد يتسلطن في قلب كازابلانكا. وداد الامه دار 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 في هذا المشوار. احمر كازابلانكا ما اجمل لونه، ما اقوى فنونه، جمهوره زاد جنونه. الكرة المغربية محمد أونجم رهيبة وقوية ودادية ودادية بأونجم جبران داودي والبقية. دلالك دلال، جمالك جمال يا وداد الأمة. هدف قاتل، هدف قاتل مباشر من يحيى عطية الله، والأجر على الله للفريق المغربي. قلنا يسارية مذهلة فكانت فعلا مذهلة. ويحتملش هل لمسها علي معلول، هل لمسها علي معلول. بركان، غليان، طوفان، التسونامي ودادي. الكاس الغالية تغني للوداديين. يا ودادي اطلب فؤادي. بالدموع، بالآهات، بالفرحة للجمهور الودادي. أكيد مباراة في بدايتها لا نعرف نهايتها، والعنار شعلت نار. الآن اللقب يتحول من القاهرة إلى كازابلانكا. محمد عبد المنعم، محمد أونجم هو بالفعل لحد الآن نجم المباراة الأول من جانب فريق الوداد. الأهلي يملك كل الأسلحة للتسجيل والعودة في المباراة. الوداد من أجل التأكيد والأهلي من أجل التعديل. اليو ديانج يقوم بالمخالفة. بملاك تسمع ينادي المالي اليو ديانج اللاعب السابق لبولديت الجزائري. مارسيل كولر يعرف بركان كازابلانكا. الكرات الثابتة سلاح الوداد. مملاك تسمع يراقب الوضعية. يحيى جبران عالية ومحمد الشناوي. طويلة من الشناوي. التماس يبقى للفريق الودادي. نصف ساعة لعب تتغير النتيجة في كازابلانكا. هدف 0 للوداد. هدف عطية اللعب مباشرة، وربما أقول لمست رأس علي معلول. نسبة التحكم في الكرة 70% للفريق المغربي، 30% للنادي الأهلي. كرة في ظهر محمد هاني. ياسر ابراهيم رايحة منه، يقوم بالتغطية
روح قتالية عالية بين اللاعبين. مباراة على أعلى مستوى تتطلب اللياقة البدنية والحضور الذهني. سيف الدين بورا، عطية الله الجبهة اليسرى، محمد ونجم، أيوب العبلود الجبهة اليمنى من جانب فريق الوداد. بيرسي تاو، محمد هاني يمين الخط للجانب المصري، على اليسار علي معلول وحسين الشحات. محمود كهرباء مقطوع عليه الامدادات الى حد الان. الاهلي مطالب بالتسجيل، ما فيها حتى كلام يا عبد السلام. الاهلي مطالب بزياره شباك الحارس يوسف الموتي. مروان عطية يعود التماس للوداد. هجوميا الى حد الان الاهلي غايب، لم يهدد يوسف المطيع. سفين فان دين بروك البلجيكي نجاح منقطع النظير منذ وصوله الى القلعه الحمراء المغربيه. ارسين زولا ترمس الكره، محمود كهرباء. ارسين زولا امامنا، 27 عام، قلب دفاع تبي مازامبي السابق. يحيى عطية الله، كرة للشناوي، ياسر ابراهيم، بيرسي تاو على استحياء الجنوب افريقي. ما زلنا ننتظر توغلات بيرسي تاو ومحمد أوناجم عالية ويوسف المطيع. احتكاك كان مع حمدي فتحي، لابد من التغطية، لا نريد ان تخرج المباراة. هذا حسين بن عياد امامنا، روح الاشقاء بين اللاعبين مطلوبة. مملاك تسمع يحكي مع حمدي فتحي. هذه الإعادة، اللمس غير متعمد طبعا من حمدي فتحي مع يوسف المطيع. 23 لقب للأهلي في المسابقات الأفريقية، 5 ألقاب للوداد في أفريقيا. جماهير من ذهب بألوانها الحمراء. أكيد فرحة مغربية عارمة في كامل أرجاء المملكة المغربية، من بركان لإفران لأكادير لفاس لمراكش للدار البيضاء للرباط. أحمر اللون من أجمل ما يكون. انذار لحسين الشحات، عفوا لمحمود كهرباء. محمود كهرباء بالانذار. أربعة 34 مشاركة للنادي الأهلي، ويخوض النهائي رقم 16 له في المنافسة. نال اللقب 10 مرات وكان وصيفا 5 مرات. ال5 مرات اللي ما فاز بها الأهلي باللقب كانت 1983، 2007، 2017، 2018 و2022.
ايمن الحسوني. بينما بالنسبه للوداد شارك 15 مره في دوري ابطال افريقيا، يخوض النهائي السادس له في المنافسه. حرب وسط الميدان، اليو ديانج، كهربا، ديانج، حمدي فتحي، ايمن الحسوني، تماس الاهلي. علي معلول، حسين الشحات، يخلي الكرة المعلول، كهربا، والحكم ياتي ضربة مرمى لنادي الوداد. حوار امين فرحان ومحمود كهربا. الحكم ياتي ضربة مرمى لنادي الوداد. حوار امين فرحان ومحمود كهربا. المنصة الشرفية من موتسيبي، فوزي لكجة، الناصر غانم الخليفي، ابرز الوجوه الكرويه المشرفه. التماس لمحمد هاني، قنوات بي سبورت. لما يقول مصري ونص، اليوم كذلك المغاربه من حقهم يقولوا مغربي ونص. الكرة في لحظة تكون معاك وبعدين تولي عليك. الكرة بكامل أسرارها، بكل مشوارها، تبقى نارية وقوية. عطيت الله، جلال داودي، تعود لمحمد هاني، محمد هاني لبيرسي تاو، تغطية دفاعية من يحيى جبران. ايمن الحسوني، طويل من عطية الله، محمد وناجم بالراس، ياسر ابراهيم، تعود الكرة للنادي الاهلي. محمد هاني، حكم بوملاك تسمى وإيزاء، يخلي اللعب كرة عند الاهلي. حسين الشحات، زياني ترجع لأليو ديانج، منوين عطية. الفريق المغربي يلعب ب10 لاعبين. بيرسي تاو، محمود كهربا، علي معلول، شحات، معلول، شحات، كرة التسويق من كهربا. ماذا يقول باملاك؟ تيسيما يعود للإصابة، استعمل الورقة الصفراء في وجه حسين الشحات. نرفزة واضحة من حسين. هدي أعصابك يا شحات، ما زالت المباراة طويلة. مارسيل كولر وكذلك عبد الحفيظ غير راضٍ على قرار بوملاك تسمع
هذه الإعادة. جلال الداودي يصاب في احتكاك مع مروان عطية. أربع دقائق قبل نهاية الشوط الأول. عملية طبعا تستوجب الورقة الصفراء من حسين الشحات. جلب قميص الحكم أمر غير مقبول بالمرة. أكيد عنده عذره لكن ليس بمثل هذه الطريقة. باملاك تيسيما اللي قلنا حكم يملك الخبرة، كان أدار دور نهائي بين الأهلي والترجي. سيف الدين بورا يرجع الكرة للشناوي. كم سيحتسب وقت بدل الضايع الحكم الدولي الاثيوبي عبد المنعم. ياسر ابراهيم، محمد هاني. لم نشاهد هاني الهجومي، هاني مكتفي دفاعيا، كذلك علي معلول. غياب الأظهرة على النزعة الهجومية. اليو ديانج، مروان عطية وحمدي فتحي في حرب وسط الميدان. عدم رضا كلي من مارسيل كولر على أداء الحكم الأثيوبي. باملاك تيسيما وإيزا. محمد هاني، اللحظات الأخيرة في الشوط الأول. شحات يتفوق عليه أيوب العملود. مروان عطية، علي معلول، أمين فرحان لأيوب العملود. لحظات صعبة مع نهاية الشوط الأول. فرحان يحط الكرة بالدفاع. أمين فرحان 25 عام، كان يلعب لواد تمارا منذ 2020، يلعب للوداد. يعدي معلول، التماس للأهلي. الدقيقة الأخيرة في الوقت الأصلي والطبيعي لهذا الشوط الأول. شحات، تماس يعود لمحمد أونيجي. عطية، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم لمحمد هاني. بيرسي تاو يطلب الكرة طويلة من هاني. أرسن زولا في اليقظة الدفاعية. سفيان بورا، حكم يأتي مخالفة لسحب هدف مباراة الذهاب. سفيان بورا أكيد بوتسيبي يتحسر على عدم وصول ماميلودي سان داونز. هذه الجماهير الأهلاوية في المكان المخصص لجماهير الرجاء. 5 دقائق، 5 دقائق يعطيها الحكم باملاك تيسيما وإيزا. يحيى جبران، أي ورقة تكتيكية جبران. عملود يسترجع علي معلول. حمدي فتحي، والروح القتالية ليحيى جبران ملك وسط الميدان. طويلة من علي معلول. تعود الكرة بتماس للوداد. جلال داودي، الحكم باملاك تيسيما.
يحاول أن يحسب كل الوقت بدل الضايع. سيعود التمس. سفيان بوهيرا ونجم يعدي ونجمة خطيرة والحارس الشناوي علي معلول، حسين الشحات، علي الحمدي فتحي، محمود كهرباء مع امين فرحان. قلب الدفاع يتفوق بملاك كسبا، رجع الكرة للنادي الاهلي. سامبو السنغالي ضيع فرصة الهدف الثاني. بيرسي تاو، حسين الشحات، التسويب، اتسدلوا ايمن الحسوني. الضغط الجماهيري يتواصل اكيد في كازابلانكا، في كل الاماكن المغربيه. حركه المرور مفقوده، الكل في البيوت، في المقاهي، في العمل، في متابعه لعرس الكره الافريقيه، المباراه النهائيه. ونجمة الحكم يخلي الكره علي معلول عكسيه، ايمن الحسوني، ونجم مره اخرى. خد امل سامبو، ضاع السنغالي بهذه الكرة، ومحمد عبد المنعم، اليو ديانج، الدبابة البشرية المالية، يعدي ديانج رايح، كرة خطيرة، شحات إصابة والدفاع يسد ويرد. ترجع الكرة مغربية، سفيان بوهيرا أو سيف الدين بوهيرا، قبله إبراهيم، ياسر ابراهيم، مروان عطية. حكم ياتي مخالفة للنادي الاهلي. الانذار طبعا لابد من تهدئة الامور. حمد هاني، الحكم بملاك جسمة في يده الورقة الصفراء، سيوجه انذار لمحمد هاني. امامنا انذار لمحمد هاني، اول هدف للاهلي على ارض الوداد. اول هدف للوداد في هذه المباراة النهائية. سيف الدين بوهيرا ينال بدوري الانذار. لاعبين حمدي فتحي، مروان عطية، اليو ديانج، الهجوم لبيرسي تاو، محمود كهرباء وحسين الشحات. تشكيلة الفريق الودادي: حراسة المرمى يوسف المطيع، يمين الدفاع ايوب العملود، لليسار صاحب الهدف يحيى عطية الله، وسط الدفاع ارسن زولا وامين فرحان. ثلاثي وسط الميدان: يحيى الجبران، جلال داودي وايمن الحسوني. ثلاثي خط الهجوم والنار: محمد ونجم، بوني سامبو السنغالي، وسيف الدين بوهيرا. نو كومنت
على هذه الجماهير المغربية. الشيء من ما أتاه لا يستغربوا لما نرجع لنتابع شعبية فريق الوداد في المغرب وخارج المغرب، لذلك لا تستغرب. أيمن الحسوني، يحيى الجبران، أي ورقة تكتيكية جبران في وسط الميدان، أونجم، أيوب العملود، تعود الانتباه، أرسين زولا، يحيى، كرة خطيرة، ارتفاع ياسر ابراهيم. كالعادة يعني الفريق المغربي يدخل البدايات شوط اول وشوط ثاني بنفس الطريقة، نسبة تحكم عالية في الكرة، الهجمة المنظمة، انطلاقا من الدفاع. مارسيل كولر اكيد عنده اوراق احتياطية يحتفظ بها في الوقت المناسب. شريف طبعا، عندك عبد القادر ومحمد شريف اولهم. المطالبة بمخالفة للسنغالي بولي سامبو. محمد هاني لبيرسي تاو، والمخالفة لجلال تاوتي. في وسط الميدان كذا لاعبين، حمدي فتحي، مروان عطية، اليو ديانج. الهجوم لبيرسي تاو، محمود كهرباء وحسين الشحات. تشكيلة الفريق الودادي: حراسة المرمى يوسف المطيع، يمين الدفاع أيوب العملود، لليسار صاحب الهدف يحيى عطية الله، وسط الدفاع أرسن زولا وأمين فرحان. ثلاثي وسط الميدان: يحيى الجبران، جلال داودي وأيمن الحسوني. ثلاثي خط الهجوم والنار: محمد ونجم، بوني سامبو السنغالي، وسيف الدين بوهرة. نو كومنت على هذه الجماهير المغربية. الشيء من ما أتاه لا يستغربوا لما نرجع لنتابع شعبية فريق الوداد في المغرب وخارج المغرب، لذلك لا تستغرب. أيمن الحسوني، يحيى الجبران، أي ورقة تكتيكية جبران في وسط الميدان، أونجم، أيوب العملود، تعود الانتباه، أرسين زولا، يحيى، كرة خطيرة، ارتفاع ياسر ابراهيم. كالعادة يعني الفريق المغربي يدخل البدايات شوط اول وشوط ثاني بنفس الطريقة، نسبة تحكم عالية في الكرة، الهجمة المنظمة، انطلاقا من الدفاع. مارسيل كولر اكيد عنده اوراق احتياطية يحتفظ بها في الوقت المناسب. شريف طبعا، عندك عبد القادر ومحمد شريف اولهم. المطالبة بمخالفة للسنغالي بولي سامبو. محمد هاني لبيرسي تاو، والمخالفة لجلال تاوتي. بيرسي تاو الجنوب افريقي الى حد الان 5 اهداف في هذا الموسم للافريكان تشامبيونز ليج.
كرة كهرباء ويوسف المطيع نذكر بالقائمة الاحتياطية للنادي الأهلي: محمد شرف، مجدي أفشة، طاهر محمد، أحمد عبد القادر، علي لطفي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمرو السولية، والجزائري قندوسي. من جانب الفريق المغربي الاحتياطيون: زوير المترجي، أبو الفتح، جعدي، أحداد، ندراني، عوك وموريتا. كرة سريعة تغادر الميدان. ضربة مرمى للنادي الأهلي. 3 دقائق لعب منذ بداية المباراة في شوطها الثاني. هدف غالي ليحيى عطية الله. أحمد فتحي، حمدي فتحي، علي معلول، حسين الشحات. الأهلي في الوضعية الهجومية. شحات، معلول. كيف هو السبيل لإيصال الكرة إلى محمود كهرباء؟ هذه هي المشكلة. جماهير الوداد تتغنى بالفريق. اللقب قريب، في انتظار تعديلات فاندنبروك وكذلك مارسيل كولر. علي الكرة بالراس بوليسامبو. التيرنجا السنغالي بيرسي تاو لم ينجح في توغلاته الى حد الان. اليو ديانج تدخل قوي من المالي. انذار لاليو ديانج. 25 عام اليو ديانج، يلعب للاهلي منذ 2019، قادما من موريتانيا الجزائر. لعب في السنغال لجوليبا 13 مباراة دولية وهدف وحيد مع منتخب مالي. – 27 مباراة دولية لمحمود كهرباء، 4 أهداف، لكنه صايم الليلة إلى حد الآن. سفيان بويرا، جلال التعدي، كرة ممتازة لأيوب العاملوت. وتميز ساوت النادي الأهلي. في العادة تناغم وتجانس ما بين اللاعبين الاثنين أيوب العاملوت ومحمد أونيجم. الأطراف الهجومية لفريق الأهلي متعتلة عن الخدمة والعمل. بيرسي تاو وحسين الشحات. الأهلي إذا كان يريد تسجيل هدف للوداد لابد أن ينفع في السرعة. عامل السرعة مهم جدا للفريقين. أونيجم، علي معلول، شحات، كرة ضايعة مرة أخرى. أونيجم، تدخل ناجح من علي معلول. سباق ضد الزمان يخوض الآن. النتيجة لا تخدم مصالحه. حمدي فتحي والمخالفة اللي طالب به بطاقة سمراء على جلال التاودي. دائما مملكة السماء في قلب المعركة. عبد المنعم لياسر ابراهيم،
وحده في الدفاع، طويلة، هل يفعلها الوداد ويكون ثالث فريق في افريقيا يفوز مرتين متتاليتين باللقب الى جانب الاهلي والترجي؟ عملوت وياسر ابراهيم رائعة، تعود الدفاع الاهلي، علي معلول، وينو علي، وين قفزاته الهجومية؟ اكيد كل اهلاوي يعرف صعوبة المهمة. شحات تعود الكرة على الدفاع المصري، معلول، مروان عطية افتك مكانه عن جدارة في وسط الميدان الدفاعي على حساب عمرو الصليح. ايمن الحسوني، محمد ونجم، يعدي ونجم يوزع، والتصدي رائع من محمد عبد المنعم مخالفة للشحات. مباراة الإصابات، مباراة الالتحامات البدنية، مباراة نارية، لمن ستكون الكلمة النهائية؟ سلطان افريقيا منظم الى حد الان بهدف ل0 امام الحاكم الجديد للقارة السمراء الوداد المغربي. مملك تسمة يأتي ضربة مخالفة لحمدي فتحي، روح قتالية عالية من جلال الداودي، ومن ناحية جبران ثنائي الارتكاز بامتياز. 23 مباراة لعبها الاهلي ضد الاندية المغربية في دوري الابطال، 8 انتصارات، 6 هزائم، 9 تعادلات. الكرة الثابتة علي معلول، جدار دفاعي بأربع لاعبين للوداد بقرار يوسف المطيع. علي معلول امام الكرة، علي يوزع وابعاد الخطورة من ارسين زولا. الشحات عالية ويوسف المطيع، السد العالي كما يقول زميلنا محمد الكواليني على الحارس الشناوي، السد العالي. هذه اللحظة يوسف المطيع هو السد العالي، افضل خلف لاحسن سلف رضا تقناوتي. عشرة دقائق لعب في الشوط الثاني، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. على مستوى النتيجة تقدم الوداد على الاهلي بهدف ل0، هدف يحيى عطية الله من مخالفة مباشرة. تفاعل الجماهير الودادية والجماهير الاهلاوية في مركب محمد الخامس. اجواء عالمية تليق بشعبية نادي الوداد والنادي الاهلي، فريق القرن في افريقيا، صاحب ال10 كوس. لما تحكي على الاهلي حكايه 121 لقب، 121 لقب، 93 لقب محلي، 28 لقب خارجي، حكايه زعامه وسلطنه للفريق الاهلاوي
ريال مدريد افريقيا. ايمن الحسوني، ياسر ابراهيم، شحات ذا في الطريق، كرة للعملود ونجم تغطية من محمد عبد المنعم للحارس محمد شناوي. لم نفهم لماذا يتسرع محمد شناوي. زالت المباراة في بداية شوطها الثاني. مد جماهيري كبير. إذا عبد القادر ومجدي أفشة الثنائي، واحد لصنع اللعب والثاني قلب الهجوم. خروج مروان عطية لاعب الارتكاز، دخول مجدي أفشة صانع الألعاب، وعبد القادر كذلك يدخل في هذه اللحظات، والمغادرة لحسين الشحات. غير راضي بالمرة الشحات. للأمانة قرار سليم من مارسيل كولر. الآن اليوم يفتقد للتنشيط الهجومي، وهذه هي مهمة مجدي أفشة في صنع اللعب وإمداد عبد القادر وكهرباء بالكرات اللازمة. سنشاهد أهلاوي أكثر هجومي من الشوط الأول. بيرسي تاو، يعود سيف الدين بوهيرة، بولي سامبو، يحيى عطية الله، يحيى الجبران، أيوب العملود، أكيد أفضل ظهير أيمن في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم أيوب العملود. كرة بظهر معلول لا تمر لمحمد أونجما، تعود في وسط الميدان، لمسة رأسية الآن من محمود كهرباء. أيمن الحسوني، أيوب العملود، جلال داودي، محاولة جلب النادي الأهلي من تموقعه الدفاعي. حسوني، اليو ديانج، مخالفة ليحيى الجبران او جلال داودي. حكم يخلي تماس. مجدي أفشة، يستنجد به مارسيل كولر. السرعة المغربية، سفيان بوهيرة يكسب المخالفة. نذكر أن الوداد أحرز اللقب في 2017 على حساب النادي الأهلي بعد أن تعادل معه ذهابا في القاهرة 1-1 وفاز عليه إيابا في كازابلانكا في هذا الملعب ب1-0. الوداد كذلك أحرز اللقب في 2022 بعد أن فاز على الأهلي ب2-0 في مباراة واحدة في هذا الملعب. تتعثر المباراة على مارسيل كولر. عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، محمد الشناوي، علي معلول. انتشار سليم للاعبي الوداد. اليو ديانج، مجدي أفشة، لا سبيل لترك المساحات من جانب لاعبي نادي الوداد امام هجمات النادي الاهلي. عبد المنعم، ياسر ابراهيم، مجدي أفشة،
محمد هاني، المساندة الصعبة، الإجبار على العودة للوراء. حمدي فتحي، علي معلول، علولو إلى حد الآن لم يأتي بحلوله. إبراهيم، هاني، عملية اختراق الدفاع المغربي تبدو صعبة الآن. عبد المنعم، طويلة منه، مجدي قفشه، وضربة مرمى لفريق الوداد. سعيد نصيري امامنا، رئيس نادي الوداد منذ 2014. كل الامور تسير كما يريد ويشتهي سعيد نصيري، الرئيس الذي غير المدربين في نفس الموسم من مادي النفطي لاخوان كارلوس كاريدو وليس فان فاندنبروك. سيف الدين بوهرة، جلال داودي، المخالفة على محمد هاني. عمل كبير قام به اليوم الثنائي جبلان وداودي. حضور لمحمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، صاحب الكرة الذهبية 1983 في افريقيا، اكبر هداف في تاريخ النادي الاهلي. محمود الخطيب ايقونة لن تنسى ابدا في تاريخ كرة مصر قديما وجديدا. اجواء مدرجات محمد الخامس، اجواء ارجنتينيه برازيليه عالميه عاليه وخارج الميدان. كرة يحيى جبران او جلال داودي خارج الاطار. 65 دقيقة في هذا المشوار والتقدم مغربي منذ الشوط الأول بهدف يحيى عطية الله. زهير مترجي رغم الإصابة يأتي بديلا لسيف الدين بوهرة. المترجي كان ميؤوس منه، إصابة على مستوى الكاحل، صاحب الهدف الغالي في النسخة الماضية. يأتي الآن زهير مترجي. المترجي 27 عام، لعب لحسنية أكادير لأولمبيك خريبكا، عنده 5 مباريات مع المنتخب المغربي وسجل 9 أهداف. مجدي قفشه، عبد المنعم، حمدي فتحي، مجدي قفشه، حمدي فتحي، علي معلول، كرة لعبد القادر، كرة ماذا يقول تسمع؟ باملاك تسمع، هل التجا الى الفار؟ اعطيونا الاعاده، في الاعاده افاده، ضربه مرمى، متاكد من القرار طبعا باملاك تسمع. ضربه مرمى للحارس يوسف المطيع. هذه الاعاده، عبد القادر
لا لم يلمسه ابدا للامانه وبكل الحياديه. هذه الصوره تعبر على ذلك. يوسف المطيع بعيد كل البعد عن لمس عبد القادر. يتواصل اللعب. مملكة تسمع الأهلي والوداد أصبح مشاهدينا الكرام أول فريقين يتواجهان 3 مرات في الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا. الناديان تواجه مرتين كما قلنا، والمرتين فاز بهم الوداد. سفين فاندنبروك التعليمات للاعبين. في انتظار عودة الرؤية في مدرجات محمد الخامس. ريان كبير في هذا الزمان. حجبت الرؤية، لذلك ننتظر انقشاع هذا الدخان. هذه هي أجواء الكرة المغربية، أجواء لاتينية. الأهلي بهذه النتيجة يصبح أول فريق يخسر 6 أدوار نهائية في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، متقدما على أشانتي كوتوكو الغاني الذي خسر 5 مباريات نهائية. بينما الوداد مشاهدينا الكرام يريد أن يصبح أول فريق مغربي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا 6 مرات، متقدما على الرجاء بفارق نهائيين، ويحاول الانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب الأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 ألقاب، متقدما على الرجاء. التذكير بالهدف الغالي ليحيى عطية الله، مباشرة يغالط محمد الشناوي. لحظات استغلها كل إطار فني لتعديل الأوتار بين الفريقين. طبعا لما نحكي عن الحياة والعراقة 86 عام من الحياة والأمجاد والألقاب للوداد المغربي، يقابلها فريق الأهلي 116 عام من المجد والعراقة والألقاب والجماهيرية. التغييرات متواصلة من جانب مارسيل كولر. عمرو السولية يسعد للدخول، كذلك محمد شريف وعمرو السولية في الانتظار. هل يغادر حمدي فتحي؟ نعم بالفعل يا رؤوف، حمدي فتحي اوت، يغادر الميدان مع عمرو السولية. ياتي بديل كذلك محمود كهرباء يخلي مكانه لمحمد شريف. يلعب كل اوراقه المدرب السويسري مارسيل كولر. مدرب ناجح كولر، نجح مع منتخب النمسا من 2011 ل 2017. درب بازل كراشوفرز، درب بخوم وكلن. ضربة معلم، انتداب مارسيل كولر كمدرب للنادي الاهلي. اقل من 20 دقيقة لعب واللقب يقترب من الدار البيضاء ويبتعد عن القاهرة. مجدي أفشة، ياسر إبراهيم،
علي معلول، اليو ديانج، مرة أخرى مجدي أفشع، استلام من ميرسي تاو. تاو اليوم لم ينطق أبدا. اليو ديانج، بيرسي تاو، من أقل المباريات حتى للبافانا الجنوب افريقي. بيرسي تاو، حمد هاني مخالفة ضد زهير المترجي. عبد المنعم، بيرسي تاو اللي غير المكان. عبد القادر، علي معلول، عبد القادر مرة أخرى طويلة منه لمحمد هاني. ضيع الكنترول، يضيع الكنترول محمد هاني. محمود كهرباء صام على التهديف اليوم، سحب ال6 أهداف. مارسيل كولر في عيونه أكثر من سؤال. اليو ديانج، إبراهيم يعود يحرز الشناوي. الركنية من أمين فرحات من قلب الدفاع. أمين فرحان بالفعل. هل يأتي الانفراج للنادي الأهلي عبر الركنيات ورأسية عبد المنعم ياسر إبراهيم. مجدي أفشع، كرة ضعيفة. اليو ديانج، علي معلول، بيرسي تاو، مرتدة والدفاع. قلنا النادي الاهلي يلعب كل اوراقه الهجوميه. انتظار لحظات صعبه على دفاع نادي الوداد. يحيى عطية الله صاحب الهدف الوحيد. ربع ساعة لعب لنهاية المباراة. اليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشع، سولية صاحب الخبرة. تغيير لعلي معلول. بيرسي تاو، قبله يحيى جبران. وداد دفاعي. ياسر ابراهيم، حمد عبد المنعم، كرة سريعة لليسار علي معلول. معلول يوزع والدفاع ارسين زولا. زهير المترجي، اليو ديانج على طول معلول. مجدي أفشع. الأهلي أفضل أداء منذ وصول التغييرات والركنية. الجمال بما حمل النادي الأهلي، يلعب الكل في الكل، إما التعديل أو الخسارة بهدفين ل0. التعديل يساوي اللقب. الوداد صامد، لكن الهدف الوحيد كافي لتأمين اللقب للوداد. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. علي معلول يوزع، جول، جول أهلاوي. علي معلول
ملك الحلول علي معلول للراسية الذهبية محمد عبد المنعم. يا سيدي أمرك يا الأهلي، أمرك يا سيدي، هذا هو أهلي أكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير إفريقيا، بعبع القارة، سلطان اللعبة، ريال مدريد إفريقيا. يتغير الزمان والأهلي هو في نفس المقام والفخامة والمكان. سلطان يا ناس، سلطان محمد عبد المنعم جاء من بعيد. عبد المنعم كالعادة يفعل ما يريد براسية من حديد. الأهلي قناص الألقاب من خارج الديار، فعلها في تونس ويفعلها في المغرب فلا تستغرب. محمود الخطيب شعبية أمجاد، ألقاب نجوم كروية. الأهلي بسيمفونية كروية. سعيد ناصري أكيد منهار في هذا المشوار. هدف من ذهب للأهلي براسية حديدية لمحمد عبد المنعم. يكرر نفس السيناريو عبد المنعم الكبير. تعدي كرة يوزع والركنية. الآن الوداد مطالب بتسجيل هدف حتى يلعب الوقتين الإضافيين. علي معلول يطلب الإسعاف. هدف غدار، هدف من نار لمحمد عبد المنعم. لما تنعدم الحلول الهجومية يأتي الانفراج من الركنية من الرأسية الذهبية لمحمد عبد المنعم. أيمن الحسوني يغادر، رضا الجادي في المكان. رضا الجادي 28 عام من مواليد بروكسل العاصمة البلجيكية، يلعب للوداد منذ 2021، لاعبا الفتح الرباطي لدينامو بوخارست الروماني وستار لياج البلجيكي. كرة بالراس، بالراس خارج الميدان من فرحان، امين فرحان. 10 دقائق من نار في الانتظار. تنقلب الادوار والزمان يلعب الان ضد النادي الوداد. شناوي طويلة منه، يحيى الشبران، يوسف المطيع يتفاجأ برصيد محمد عبد المنعم. يحيى الشبران مرة أخرى، رضا الجعدي، بعيد الكرة على طول لمحمد الشناوي. سفين فاندنبروك مطالب بإيجاد الحلول أمام زملاء علي معلول. الشناوي بالراس أرسين زولا، ترجع بمخالفة يحيى الجبران. أرسين زولا
بيرسي تاو يقوم بالمخالفة. أكيد على المستوى المعنوي فريق الوداد لابد من العودة السريعة إلى الروح الحماسية اللي يمتلكها الآن النادي الأهلي بخبرة سنين طويلة. رغم كل المصاعب كل المحن كان حاضر في هذا الزمن. مباريات الأدوار النهائية لا تلعب يا سادة الكرام بل تكسب. والركنية الركنية للوداد جلال الداودي. حرب الرؤوس حرب الرؤوس الآن. داودي يخطئ في التصويب والتوزيع. اليو ديانج طويلة من بيرسي تاو. عالية الكرة محمد شريف مجدي أفشع. كرة بدار دفاع. هنالك مخالفة ترجع لفريق الوداد. كأني بالوداد يعني الهدف أثر عليه على المستوى المعنوي. الأقدام لم تعد سريعة. رضا جادي يحيى حضور كبير الآن على المستوى البدني. عبد القادر على طول لشريف التسويب والمطيع يتابع. ركنية للنادي الأهلي 6 دقائق قبل نهاية المباراة. اللقب الحادي عشر الآن في قلب القاهرة في الشبرة في أسيوط في الإسكندرية في دمنهور في دمياط في كامل أرجاء جمهورية مصر العربية. كل لحظة بحسابها. 6 دقائق للنهاية. مارسيل كولر الداهية السويسرية. علي معلول في إعادة سيناريو. رامي ربيعة تعزيزات في قلب الدفاع لفريق الأهلي. حوار عمرو السورية ويوسف المطيع. كذلك زوير المترجي وهاني. لا 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 نريدها مهما كانت النتيجة بهذه الشاكلة. الهدوء يا سادة يا كرام. أنتم قدوة لكل الشباب العربي. خروج لبيرسي تاو. وصول لرامي ربيعة. قلنا تعزيزات في محور الدفاع لفريق الأهلي. باملاك تسمة وإيزا. ركنية لعلي معلول. داود لمجدي أفشع على طول وسط الدفاع. اليو ديانج طويلة من المالي ويوسف المطيع. عملية دفع من علي معلول ينال الانذار. حرب الأعصاب بين اللاعبين. علي معلول القيمة الثابتة للكرة التونسية. لاعب نموذجي من أفضل ما أنجبت الكرة في تونس وإفريقيا. علي معلول نسى المصريين في جيلبرتو.
عملوت سوريا. الأهلي في هذه الدقائق الأخيرة متماسك وتصعب عملية الوصول إلى الحارس الشناوي. حكم يقول ألعب كرة مصرية. شريف، محمد شريف، التحضير، عمرو السولية يخسر الكرة، ترجع لزهير المتلاشي. لحظات صعبة بين الفريقين. جلال داودي، داودي طويلة، محمد أوناجما، التمس، أحداث يستعد للدخول. حميد أحداث يدخل الآن، مهاجم طبعا في مكان محمد أوناجم. زفان فاندن بروك يلعب الكل، كرة بالراس رايحة لكنها بعيدة. الشناوي يمضي ولا يبالي. أقل من دقيقتين لنهاية المباراة، والأهلي المصري قريب من اللقب 11 في تاريخه. قلت لكم أنه سلطان إفريقيا، حاكم حكام القارة السمراء، الريال مدريد القارة. لكن الوداد ما زال يؤمن بحظوظه. مجدي قفشه، عبد القادر، الهجمة للأهلي ويوسف المطيع. المطيع ليحيى على عطية الله صاحب الهدف المغربي. محمد هاني بامتياز. الكرة هذه وين كانت مختفية للنادي الأهلي في بداية المباراة. كرة الهجوم والثقة بالنفس. اليو ديانج، يعني لما يكون الأهلي تحت الضغط يخرج كنوز على مستوى الأداء الكروي. عطية الله 8 دقائق، 8 دقائق يقررها بملاك تسمع في هذا الدور النهائي. رضا جعدي، لا تمر الكرة. داود، شريف، عبد القادر، علي معلول على يساره، عبد القادر، علي معلول، معلول، كرة ويوسف المطيع. الأهلي يبحث عن الكو. هنالك تسلل على علي معلول، ترجع بسرعة للفريق الودادي في حرب ضد الزمان. كرة جلال داودي، المخالفة، حكم يقول لا، ترجع للنادي الأهلي. مجدي قفشه، اليو ديانج، علي معلول يستنى الكرة من عبد القادر. حكم يخلي اللعب. شريف وحده فيها جول، لا، على مرتين رايع يوسف المطيع. هل يندم شريف على هذه الإذاعة لهدف الضربة القاضية؟ داود، زهير المترجي، عصبية مع محمد هاني. رضا جعدي، يحيى عطية الله، عالية الكرة بالراس. عبد القادر،
وحده عبد القادر، ممتاز ارسن زولا، رضا جادي يعود بالكرة في سباق ضد السرعة للياسر يحيى، ترجع للجعدي، كل اللاعبين المغاربة في الهجوم، يحيى عالية بالراس يتفوق محمود عبد المنعم، عبد القوش مجدي أبشع، يهرب عبد القادر وتذيع عليه الكرة مع جلال داودي، يحيى الجبران، 5 دقائق للنهاية، يحيى مترجي عالية بالراس والشناوي، تار الشناوي، اشتدت المباراة على نادي الوداد، محمود كهرباء في الاحتياط، يوسف المطيع، يحيى الجبران، يحيى عطية الله، أرسن زولا، بالراس ياسر ابراهيم، بالراحة يلعب النادي الأهلي عكس الضغط الكبير المسلط على النادي الوداد. يوسف المطيع، 4 دقائق مروا من الوقت البديل، ولا بديل للوداد الا هدف وحيد للتسجيل الان. هذه كرة، ماذا يقول الحكم؟ يقول الركنية، شد الاعصاب يا ناس. هاي صورة معبرة، جماهير النادي الاهلي وجماهير الوداد. جلال داودي، داودي عالية الكرة بالراس، غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة. أرسن زولا وإحداد ضيعوا الفرصة. حميد إحداد اللي لمس الكرة، أرسن زولا أمام عمرو السورية، سعيد ناصيري ومحمود